ليه كلنا بنحب فيلم قصة الحي الشعبي؟ الفيلم ده واحد من أحلى الأفلام الهابطة اللي ممكن تشوفها في حياتك. الفيلم ده فيه كمية إفيهات وكوميديا عايشة مع الناس لحد دلوقتي. بص، هو لا في قصة ولا سيناريو ولا إخراج حتى، دي حاجات ما كانتش مهمة بالنسبة لهم. أنت لو ركزت في قصة الفيلم أصلا هتلاقي مفيش أي حاجة ليها علاقة ببعض. هو المنتج جاب طلعت زكريا ومحمد شرف الله يرحمهم وقال لهم بصوا طلعوا لي كوميديا في المشاهد دي. تحس المخرج كان بيدور الكاميرا كده واللي عنده إفيه حلو يقوله، ولا في أي حاجة متحضرة. هي العشوائية اللي في الفيلم دي هي اللي بتضحكك. في شارع كبير ورا المدرسة. باين عليه تايه. باين عليه تايه وسامح حسين وانتصار كانوا بيسندوا بشوية كوميديا حلوين والله، على كام أغنية من سعد الصغير وكانت بتعدي. تحس الفيلم ده نجح بالصدفة كده، هم رايحين يعملوا فيلم أي كلام لقوه طلع فيلم كوميدي حلو. تحس الفيلم كان متصور يومين في مدينة الإنتاج ويومين في شرم الشيخ، ومش متكلف ب 2 جنيه وربع إنتاج. لكن كلنا بنحب الفيلم وبنتفرج عليه وبنضحك لحد دلوقتي عادي. كان فيلم حلو والله.